هلا خلصت، بدي اسكبها. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا عملت رز ابيض حدا. بسم الله. وهيها بسم الله. يعني شو الريحة ولا الطعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا هيك بدي رش رشة بقدونس صغيرة فوقهم، وإذا بدكن فيكن تحطوا لوز محمص. وهيك صارت جاهزة. صحتين. يسعد صباحكم، كيفكم؟ رح نعمل اليوم دجاج هندي. هلا أنا قطعت السفين، غسلتهم وقطعتهم هيك، بتقطعوهم مكعبات وسط، يعني لا كبيرة ولا صغيرة. اوكي. وهلا بدنا نجيب الخلاط وبدنا نحط بندورة، حر احمر، حر اخضر، توم، بصل اخضر، حامض مقشر منيح، بتشيلوا البياض تاعه مشان ما يمرمر، كتروا توم، وبدنا نحطهم هلا بالخلاط ونخلطهم. بسم الله مع بعضهم. إذا بتحبوا الحار كتير حطوا، أنا كترت حار لأنه إحنا بناكل حار كتير. أوكي. وهلا بدي أحط معلقة دبس فليفلي ومعلقة دبس بندورة، وحطيت شطة هندية. وهلا بدي أحط كباية زيت زيتون. بسم الله. وهلا بنجي للبهارات. عنا معلقة بابريكا حرة، وعنا بهار أبيض، وعنا زنجبيل ناعم، ملح، وعنا ربع معلقة هيل ناعم. وهلا بنخلطهم كتير منيح بالخلاط. وهلا بعد ما خلطتهم رح احط الصوص فوقهم. شوفوا اسم الله اللون ما شاء الله. هلا الصوص كتير لانه انا بدي اطبخهم بالصوص، بس اطبخهم بقولكم كيف. هلا بنخلطهم. بسم الله. تتركون تقريبا شي، اذا بدكم تعملون بنفس اليوم، شي 3-4 ساعات. كل ما نقعتون كل ما اطيب. انا حاتركهم ليلة كاملة. انا هلا حغطيهم واتركهم بالبراد لبكره. شوفوا اسم الله الريحة بتشهي. وهلا بعد ما نقعناهم 24 ساعة قبل بيوم، يعني فيكم تنقعوهم 5-6 ساعات ما في مشكل. حطيت معلقة سمنة، بس إذا نقعتوهم وقت طويل بيطلعوا أطيب. وهلا بدي أحط حبتين رومي، ورق غار، وبدي أحط عيدان قرفة صغار. هلا مفروض حط إنه حب هيل، بس أنا أولادي ما بياكلوا حب الهيل بقلب الأكل. أنا حاطة هيل ناعم بقلب الخلطة. بنقليهم كتير منيح لحتى هيك شوي تطلع ريحة البهارات. وبعدين بدنا نشيل الدجاج ونقليه، بس بنجرب نصفيه منيح من الصوص لحتى نقليهم هيك شوي ياخدوا وجه، وبعدين بنحط الصوص فوقهم. شوفوا كيف فيكن هيك تعصروهم عادي، المهم بيروح الصوص منهم على الاخر وبيتقلوا. هلا بدي اقليهم كتير منيح. هلا انا نقعت الرز، حطيت رز حبة طويلة غسلته، وهلا بدي ابرش فوقه حبتين توم، يعني بدي خليه منقوع بالثوم، كتير بتطلع نكهته طيبة. هلا برجع بنقعهم تقريبا نص ساعة. بعد ما غسلته حطيت الثوم فوقه، بنقعه نص ساعة بالمي. خلطهم كتير منيح. وهلا بعد ما قلينا الدجاج، شوفوا كيف اتقلى. لما بتعصرون ما بصير في صوص، اذا صار في صوص بقلب الطنجرة ما بيتقلوا منيح. وهلا بدي احط الصوص اللي كنت ناقعته فيه لحتى اطبخهم فيه. ما تحطوا مي لانه اجمالا الصوص حيرخي. بنحطهم على نار كتير هادية لحتى يستووا على مهلهم.
وهلا بدي دوقها اكيد يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. شهي بس حلوة شوي. إذا ما بتحبوا الحر ما تكتروا حر، بس كتير طيبة أكلة عن جد، جربوها.